هو الشناوي فيه ايه او بيه ما اعرفش. الكره اللي بتروح له جون دلوقتي ماتش فيوتشر، طول الماتش راح له كره ولا كورتين جه الجول. ماتش فاركو راح له الكره الوحيده اللي راحت جول. خلاص بقى الكره اللي بتروح للشناوي دلوقتي جول. وطبعا حراس المرمى الكبار كل 5 6 7 كور انفرادات حتى يجي فيه جول. ما انت حارس كبير ليه؟ لما الكره كل كره بتروح لك جول، كل كره بتروح لك جول، كل كره بتروح لك جول. محتاج وقفه مع نفسه، لدرجه ان في ناس بدات تقول احنا عايزين حارس مرمى بديل قوي يخلي الشناوي طاير. طول ما ماشيه وضامن مكانه وحش حلو بيلعب مش هتمشي كده. المقلق ان الاهلي عنده كاس عالم للانديه بعد شهر وداخلين صفقات يناير. انا بتكلم على مشاعر الجمهور بتاعه وفين الصفقات، ولازم الاهلي تحصل فيه تدعيمات في كل الخطوط. انت ما عندكش دلوقتي بلاي ميكر قوي تثق فيه، قفشه وسافيو مش مدينك. انت محتاج فيروت قوي لان انت افقدت كل الفراوده الثقه، سواء بقى حسام حسن، محمد شريف، شادي حسين، كل الناس كل دول موجودين بتقعدوا وتلعب ببيرسي تاو، وبيرسي تاو اتصاب بتلعب بسافيو برضه ما بتلعبش بفيروت من الثلاثه الموجودين. محتاج وينج جامد. اغرب تصريح سمعته امبارح، انا ما عنديش وينج بيلعب برجليه الشمال عشان كده بضطر العب بمحمد شريف عشان بيلعب برجليه الاثنين. يعني حد يقول لكولر ان مصطفى سعد ميسي اشول والاهلي جايبه وينج. على فكره الاهلي مش جايبه سردباك يعني، اللي جاي من سيراميكا. يمكن الراجل ما يعرفش والله. حد يقول له ان زياد طارق اللي انت رفضت انه يتمرن هو محمد محمود في بدايه الموسم اشول، ممكن برضو تستفيد منه، مفيش مشكله يعني. حد يقول له ان رأفت خليل اللي انت صعدته من منتخب الشباب اللي كان بيلعب في منتخب الشباب هو في شباب الاهلي اشول مثلا. ده انا بقول له انا عشول يعني. بدل ما تجيب محمد شريف وتحاول تلعبه في الطرف، لا انت عندك 3 شول انت اللي مش شايفهم اصلا. الحاجه الثانيه، امبارح التغييرات بتتم اولا متاخره جدا بعد الدقيقه 75. ثانيا انا مش عارف مين بيلعب ايه. يعني هو فجاه نزل شريف والشحات وحسام حسن وحمدي فتحي واكرم توفيق وبقت زيطه بقى في الملعب. النص الثاني من النادي الاهلي اللي في الهجوم كله بقى بيرمي الكره لقدام وخلاص. وحظه ان فاركو مش جاهز. يعني فاركو لو جاهز امبارح في اي كره من الكرات المرتده دي جول في الاهلي. انما مين بيلعب ايه ما اعرفش. يعني بعد التغييرات اللي حصلت انا ما اعرفش بصراحه يعني. فدي وقفه كبيره جدا لازم يوقفها النادي الاهلي. عنده كاس عالم وعنده صفقات لازم في يناير، ولازم تحصل وقفه مع الجهاز الفني. لازم اداره التخطيط تقعد مع الراجل تشوف فيه ايه، لازم اداره النادي تقعد مع الراجل تشوف فيه ايه. كل الناس سعيده جدا بالاداء الاهلاوي على مستوى المنشآت، على مستوى الرعايه.